اعلى معدل ضربات القلب، يعني حاجه سخيفه ملوش لازمه. جسمي يبتدي يفهم كده ان انا عايز اتحرك، ما تلعب كارديو اكتر كل ما يكون احسن. بتمرن القلب بس، ووك اند توك. ازيكم؟ هنتكلم النهارده عن موضوع كده كل الناس بتتناقش فيه وكل الناس بتتكلم فيه. في ناس بتكرهه وفي ناس فاهمه هو مهمته ايه فبتحبه. هنتكلم النهارده عن الكارديو او الايروبكس. هنتكلم على 3 اجزاء. هنتكلم عن سلبيات وخرافات عن الكارديو، يعني ايه كارديو اصلا، ايه معناه، وهنشوف ايه فوائده. اوكي، يلا بينا. طيب، اول حاجه هي الخرافات عن الكارديو. دايما يعني اغلب مدربين البودي بيلدينج يعني بيحسوا ان الكارديو ده يعني حاجه سخيفه ملوش لازمه. طيب، من الخرافات اللي الناس بتقولها ايه؟ ان هو مش مهم لكل الناس. لا، هو مهم جدا لكل الناس، وهو ستارت للاكسرسايز. مش قصدي في اليوم، يعني انا قصدي عموما. انا دلوقتي راجل اصلا مش بتمرن، فطبيعي ان انا في الاول ابتدي اتمرن كارديو بحيث ان انا ابتدي احرك كل جسمي والدم يجري في عروقي وجسمي يبتدي يفهم كده ان انا عايز اتحرك. وبعد فتره معينه ممكن ابتدي ادخل اتمرن. بعتبره ايه، ستيب 1 كده للاكسرسايز، للرياضه عموما يعني. طيب، تاني خرافه ان هو بيضيع وقت. لا، هو مش تضييع وقت، هو حاجه مفيده جدا لكل الاعمار، من اول الاطفال لحد الناس الكبيره. مفيد جدا للقلب ولعضلاتك ولمفاصلك وللجهاز التنفسي، فهو مفيد لكل الاعمار والجسم كله. تالت خرافه بتقول ان هو الكارديو هو جري بس. لا، هو مش جري. الكارديو اعتبروه كده هو ايه، التحليه بتاع الموضوع، او يعني الفاكهه بتاعه السبورت اللي انت بتلعبها. فاول حاجه لازم تختار حاجه تنبسط وانت بتعملها. تاني حاجه هو اي شكل من اشكال الاكسرسايز الخفيف، يعني جوجينج، جري، سباحه خفيفه، عجل. كل ده يندرج تحت الكارديو او الايروبكس، بس المهم ان انت تلعبه وانت مبسوط. خرافه تانية بتقول ان انت كل ما تلعب كارديو اكتر كل ما يكون احسن. لا، هو مش بالكتر، يعني ما ينفعش العب ساعتين كارديو في اليوم عشان احرق مثلا فاتس. لا، هي مش بتحسب كده. انت ممكن تستارت من اول 20 دقيقه لحد نص ساعه، مفيش مشكله، يوميا. هو بس الفكره ان هو خفيف، فاقدر العبه اكتر من التمرين العادي. ان هو يعني مش هيهلك عضلات يعني، بس مش بكتره. يعني ما يكونش عندي وقت مثلا فانزل اتمشى كل يوم 3 ساعات. لا، هي مش بتتحسب كده. برضو المدرب بتاعك هيكون يعني ادرى بموقفك انت شخصيا، يعني صحيا وجسديا وكل حاجه، وممكن يقول لك تقدر تتمرن قد ايه في اليوم. طيب، تاني حاجه، ما هو الكارديو؟ معنى كلمه كارديو يعني القلب، ترجمتها الحرفيه يعني. وكارديو فاسكولار سيستم ده القلب والاوعيه الدمويه. فهل الكارديو او الايروبكس بتمرن القلب بس؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. انا يعني لو نازل اعوم يعني سباحه خفيفه كده، ده اكيد مش هيمرن القلب بس. لا، انا حركت دراعاتي وظهري وجسمي كله تقريبا هيتحرك. فمعنى كده ان هو مفيد للعضلات ومفيد للقلب ومفيد للجهاز التنفسي. طيب، الكارديو بمعنى بسيط مبسط خالص خالص، يعني هم بيقولوا ايه، ووك اند توك. انا هتمشى وانا قادر اتكلم. الجمل بتطلع مني من غير منهج كده يعني. فده كده انا ده الكارديو. هي رياضة خفيفة اقدر اعملها على مدار دائم لمدة تلت ساعة او نص ساعة وانا قادر اتكلم. يعني ما حدش بقى يقول لي طب سباحة هتكلم ازاي. لا يعني مش كده يعني. بس انا مثلا في الجيم على العجلة، انا مش يعني مش مكسر العجله، يعني مش جايب اخري فيها، فانا قادر اتكلم. انا على التريد ميل بتمشى اوكي بالراحه، فانا قادر اتكلم. انا في الشارع بتمشى فانا قادر اتكلم. جوجينج خفيف خالص، ممكن اقدر اتكلم. طبعا كل واحد حسب ظروفه وحالته الصحيه يعني. بس اللي اقصده ان هو يعني ده الكونسبت بتاعه، ان انا حاجه رياضه خفيفه اقدر اعملها مده طويله، تلت ساعه نص ساعه او اكتر، يعني حاجه بسيطه، وانا قادر اتكلم وقادر اخد نفسي كله، مش بنهج ومش بعمل مجهود زياده عن طاقتي. طيب، حاجه كمان عن الكارديو، في حاجه اسمها ام اتش ار او ماكسيمم هارت ريت، اعلى معدل ضربات القلب يعني. كل واحد بيبقى ليه معدل طبعا حسب حالته الصحيه او حسب سنه، على حسب انت بتقيسه ازاي. بس انا هستخدم 60% منه. يعني لو انا الماكسيمم بتاعي 100، يعني 100 ده يبقى قليل شويه، بس يعني لو انا الماكسيمم بتاعي 100، فانا تقريبا هوصل ضربات قلبي تبقى 60. اوكي، لو انا معايا ساعه او لو بلعب على جهاز هقدر اشوف النبض بتاعي
وهو ده تقريبا المعدل الكويس للكارديو، تقريبا المعدل الكويس للكارديو. مفيش ايكويشن او مفيش رقم في الفتنس ثابت على كله، كل واحد حسب الكيس بتاعته، بس من 60 ل 65% من الماكسيمم هارت ريت بتاعك ده هيبقى افضل حاجه للكارديو. طيب تالت حاجه، هو مهم في ايه؟ هو احنا زي ما قلنا في الاول، هو مهم لكل الاعمار، هو مهم لعضلاتي طبعا لان عضلاتي كلها بتتحرك، مش مؤذي للعضلات، مفيش حاجه اسمها كارديو بيخسس عضل، مفيش حاجه اسمها كده، دي اسطوره. طبعا طبعا مفيد لعضله القلب، مفيد للجهاز التنفسي، هو اكتر حاجه بتحرق فاتس. مش يعني ممكن نتكلم في فيديو تاني عن قصه الحرق فاتس دي، بس هو القصه ان انت لما تكون بتعمل حاجه على مدار طويل، تلت ساعه فيما فوق، بمعدل ثابت، ومعدل ضربات قلبك بيكون من 60 ل 65% تقريبا من الماكسيمم هارت ريت بتاعك، ده بيشتغل على الفاتس دايركت، مش هيحرق من الكارب اللي انت واكله، ده هيشتغل دايركت على الفاتس. فعشان كده دايما الناس اللي بتبني ماسلز او بتلعب بادي بيلدينج بتقول لك ايه، خلص التمرين الاول وانت جسمك سخن والدوره الدمويه شغاله، وبعد كده تدخل تلعب كارديو خفيف نص ساعه او ساعه الا ربع عشان تحرق في الفاتس. ده صحيح، بس ممكن يعني فيديو تاني ما نتكلم عن حته الحرق دي اكتر يعني. يعني مش معنى كده ان الحديد ما بيحرقش، هو بيحرق، بس يعني السيستم مختلف شويه. فالكارديو انت ممكن في ساعه كارديو تحرق لحد 1000 كالوري، برضو حسب السن وحالتك الصحيه والجسديه، لكن هو اكتر حاجه بتدخل دايركت تشتغل على الفاتس اللي متخزنه في جسمك، واكتر حاجه بتحرق فاتس. طيب احنا قلنا كده ان الكارديو هو معناه القلب، فبس هو مش بيشتغل على القلب بس يعني. طيب ايروبكس، معنى كلمة ايروبكس هو الاكسرسايز اللي انا اقدر اعمله لمدة طويلة 60% لحد 65% من الماكسيمم هارت ريت بتاعي. طيب ايه عكس الايروبيك اللي هو الانيروبيك؟ الانيروبيك ده لما باجي العب رياضة او بشيل حديد، ما بيكونش نفسي منتظم، يعني ما اقدرش اتكلم الكلام ده وانا بشيل حديد. لا، انت وانت بتتمرن او شايل وزن او بتعمل مجهود على عضلاتك وعلى نفسك، يعني الموضوع ما يكونش مريح وبتنهج بالشكل ده وما بتقدرش تتكلم، هو ده الانيروبيك. فده الفرق ما بين الايروبكس والانيروبكس اكسرسايز. ده كده كان باختصار يعني كلام عن الكارديو، يا رب ما كنتش طولت عليكم، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، سلام.